يلقوا البحر بعصر يوم حرب فرعون كان شديد الحر على القوم
الجنة معاصي واللي ملوش ضرير في الجنة. العاصي لو فات تلاقيه منام في الجنة، يخش من الباب ريحته يمشي في الجنة.
اللي كلنا يمكن القلب رقص معاهم. طيب اللي نقولهم هنعيش برضه مع حضرة النبي شوية، ساعة لقلبك وساعة لربك، وبرضه هنعيش وهنسمعكم برضه فيه لقلبك كتير يعني، مش كله يا رب ان شاء الله.
شخص السيد رئيس مركز ومدينة قوة الأستاذ عبد العال بخير، وبنحيي كل من حضر وشارك وساهم بنفسه في هذا المولد، مولد العارف بالله سيدي أبو المكارم رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا احنا سمعنا كذا نمرة أو يعني حلقة عشان ما تبقاش نمرة، ودلوقتي هنبدأ معاكم وصلة. أرجو وأتمنى من الله إن ربنا يوفقني معاكم الليلة دي علشان أرضي، وسبحان من يرضي الجميع. بنقرأ الفاتحة لحضرة النبي وآل بيته الكرام، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي أحمد البدوي، السيدة زينب، سيدي إبراهيم الجزوخي، ولأخيه سيدي موسى، ولأبيه سيدي عبد أبا المجد، ولسيدي أبو المكارم صاحب هذا المولد، ولجميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض إلى مغاربها. لهم منا الفاتحة. كلام هقول لك عليه يا ابن ادم، وده كله ثلاث اسرار. لفيت ما خليت في الشرق والغرب والاقطار علشان اجيب الدواء لاصبر المحضار، وصف لي حالي دواء زود عليا النار. من كتر مسح النبي قلبي بيولع نار. يا ربي وفقني عشان اصرف عبادك دول، وامدح لهم في النبي افضل
شفع ورسول. انا قبل ما اجي كده، انا قبل ما اجي كده، انا رحت للدسوقي ودخلت جوه اخور وقلت له يا دسوقي انا رايح جوه علمني كيف اقول. ام قال لي طب روح يا صايم وزي ما تقول
بيعمل عليها بروفة. انا مش عايز اكتب لكم حاجه ابدا، لان انا شايف الناس جميعا فعلا. اي طريق يا اخوانا بيعمل قصه كده بيعمل عليها بروفة مره واثنين وثلاثه لما يتجوز. لكن انا في الحقيقه لما جه الاخ نعمان الرويني ودعاني لمولد العارف بالله الى ابو مكارم، كان عندي قصه لسه ما عملتش عليها بروفة، فانا اتوكل على الله وحجربها فيكم انتم بس الغوط يا القصه مسؤوليه. وحدوه 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 Right.